السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده جايه اكلمكم فيه عن الحاجات اللي عملتها مع ابني ونفعتني جدا ورجعت كررتها مع بناتي التوأم. الفيديو اللي فات كنت عامله لكم الحاجات الغلط اللي عملتها مع عمر ابني وما كررتهاش تاني واتعلمت منها برضو واستفدت منها، بس ما رجعتش كررتها مع التوأم. لكن الفيديو ده عن الحاجات اللي عملتها، وبجد لو رجع بيا الزمن مليون مرة هرجع اكررها تاني، لانها حاجات كانت مفيدة جدا بالنسبة لي مع ابني، وكانت يعني نفعتني قوي. من اول الحاجات اللي انا حابة اكلمكم عنها، انا على فكرة الفيديو ده احتمال اعمله لكم على جزئين، لان هو هيبقى طويل جدا لو عملته على فيديو واحد، ما بحبكوش يعني تزهقوا. فده الجزء الأول إن شاء الله. أول حاجة هي الألعاب التعليمية. عايزة أقول لكم الألعاب التعليمية دي أنا استخدمتها لابني من سن صغير جدًا، جدًا، يعني من وهو يا دوبك بدأ يقعد كده وبدأنا نقعد. كنا بنبدأ نلعب على حسب سنه بلعبة أو 2، بس ما كنتش باطلّع طبعًا كل اللعب، وده اللي أنا قُلت لكم في الفيديو اللي فات، من النصايح اللي قُلتها لكم في الفيديو اللي فات. بس كنت بالعب معاه بالألعاب دي، ما كنتش باجيب أبدًا الألعاب اللي فيها حجارة اللي بتنوّر، الحاجات دي أنا ما كنتش مقتنعة بيها خالص إن هي مفيدة. يعني ممكن كانت تبقى عندي لعبة أو 2 جُم هدايا في أعياد ميلاد، لكن أنا عن نفسي عمري ما اشتريت ولا حطيت فلوس في لعبة من الألعاب دي، دايمًا كنت باجيب الألعاب دي. يعني مثلًا اللعبة اللي قدّامكم دي اللي بالعب بيها مع لانا ولارا دلوقتي، كنت بالعب بيها مع عمر ابني، وهي اللي علّمته الألوان. فحلو أوي، بتقوّي عضلات الإيد، بتعلّمهم الألوان. بيحبوها، أنا باقعد ألعب معاهم بيها. مش شرط إن هُم الاتنين يلعبوا نفس اللعبة على فكرة، ومش شرط يعني هُم ساعات بيحبوا يلعبوا نفس اللعبة مع بعض، وساعات كل بنت بتلعب لعبة مختلفة، فمش شرط إن هُم الاتنين يلعبوا نفس اللعبة. بس المهم إن هُم يكونوا مشدودين للعبة، وبيحاولوا يركّبوا ومبسوطين منها. ونسبة التركيز عند الأطفال في السن الصغير بتبقى قليلة جدًا، يعني مجرد إن الطفل مثلًا قعد 5 دقايق، 10 دقايق مركّز، ده فترة حلوة جدًا وكبيرة جدًا، مش اللي هو تقولي أنا حطيت قدامه اللعبة 10 دقايق وسابها. الفترة دي بالنسبة لسنه بتبقى حلوة جدًا، جدًا يعني، إن هو يلعب أو إن هو يبقى فضل مركّز الفترة دي. لإن هو أنا باطلّع لهم اللعبة، مش بنفضل نلعب بيها طول النهار زي ما أنتم متخيلين، لأ إحنا بنلعب بيها فترة برضه صغيرة جدًا. بس على فكرة بيخزّنوا، وفجأة تلاقيهم مثلًا جابوا اللعبة وركبوها كلها لوحدهم، صح؟ فهي بتنمّي عندهم حاجات كتيرة جدًا وبتفيدهم جدًا الألعاب دي. وبالاعب زي ما قُلت لكم بالاعبهم من سِن صغير أوي. عندي فيديو كامل عملته عن الألعاب التعليمية، اللي كنت كل الألعاب اللي اشتريتها لابني وهو صغير واللي بالعب بيها دلوقتي مع التوأم، هابقى أحط لكم اللينك بتاع الألعاب ده في صندوق الوصف لو حابين تتفرّجوا عليها أو تاخدوا فكرة عن الألعاب اللي أنا كنت جايباها. بس أنا حاطة لكم يعني لعبة أو 2 بس لمجرد إن أنا أعرّفكم الفكرة أو أعرّفكم حاجة اللي هي أول حاجة نفعتني جدًا، جدًا في تربية ابني، ويعني حاجة صح عملتها إن أنا استخدمت معاهم الألعاب التعليمية. فدي كانت أول نصيحة ليّا. لو أنتِ ابنِك لسه أول مامي أو عندِك ولاد وحابة تفيديهم، العبي معاهم بالألعاب التعليمية دي، حلوة جدًا، مفيدة جدًا، مسلية أوي. منهم بيلعبوا ومنها بيتعلموا. فأنا باحبها أوي عن نفسي، ولحد دلوقتي باستخدمها، وزي ما قُلت لِك مش شرط إن هُم يلعبوا بيها كتير، واللعبة بتجيبي لعبة أو 2 بتحطيها قدامهم، ولمّا بيخلّصوا بنشيلها بالتبادل بنرجّع لعبة ونودّي لعبة. أنا قُلت لكم الكلام ده في الفيديو اللي فات عشان مش عايزة أكرّر الكلام تاني. فدي أول نصيحة ليّا، إن يا جماعة هاتوا لولادكم ألعاب تعليمية هتفيدهم جدًا. دي خلاص كده إحنا زهقنا من اللعبة، عشان أورّيكم برضه إن إيه إن الموضوع ما بيطوّلش، خلاص زهقنا. فدي كانت تقريبًا الفترة اللي إحنا لعبنا بيها واللي ركّزنا فيها باللعبة. برضه هُم صغيّرين برضه كانوا بيلعبوا برضه زي ما أنتم شايفين كده، وطبعًا كانت الفترة أقل بكتير من الفترة وهُم كبار. فدي أول نصيحة حبيت أقولها لكم في الفيديو النهارده. تاني نصيحة حابة أكلمكم عنها النهارده هي القراية. يا جماعة اقروا لولادكم، أنا باقرا لولادي لعمر وللبنات من وهُم حديث الولادة، أول ما الجرح يبقى كويس وأبدأ أقعد كده وأعرف أقعد، باجيب كتب أبيض وأسود وباقعد أكلمهم عنها وأقعد أقرا لهم عنها. بيبقوا لسه هتقولوا بيسمعوا، هتقولوا بيشوفوا، في الأول خالص الأبيض وأسود بيشوفوه، بيجمعوا. أنتِ زي ما يكون بتغرزي تحت الأرض، بتحطّي نبتة ومش هيبان لِك أي ثمرة، وفجأة هتلاقي الثمرة دي طرحت وكبرت، وأنتِ هتستغربي من رَد الفعل. كل ما تقري لابنِك أكتر، كل ما تتكلمي معاه أكتر من القصص، والقصص تبقى هادفة يعني. يعني مثلًا القصص دي أنا كنت باعلّمهم معنى الصبر، إن هو لازم نتعلم الصبر.
كل قصة باجيبها وبنقعد نقراها مع بعض، أو كل كتاب باجيبه وبنقعد نقراه مع بعض من وهُم صغيرين ومن عمر وهو صغير. مش عايزة أقول لكم بتفيدني قد إيه، وفادتني قد إيه مع ولادي. حتى مثلًا لو عملوا حاجة غلط أو لو ابني كان بيعمل حاجة غلط، لو ما عنديش قصة كنت ممكن أألِّف له قصة أحاول أوصّل له المعلومة اللي أنا عايزة أوصّلها له قبل النوم. يعني مثلًا النهارده ما قُلناش الحقيقة، فما أجيش في ساعتها أقول له يعني أقول له إن أنت ما قُلتش الحقيقة أو إن أنت كدبت، لأ باستنى قبل النوم وأحكي له قصة ولد راح أو بنوتة راحت وعملت حاجة وما قالتش الحقيقة، وبعد كده عرفت إن ده غلط وإن إحنا نقول الحقيقة عشان إحنا أقوياء، إن إحنا ما بنخافش بأي طريقة. عايزة توصّلي لابنِك أي معلومة، عايزاه يسمع الكلام، عايزاه يعرف حاجة يعملها يتعلّم منها بالحواديت، صدّقوني حَل سحري جدًا، غير إن هو بيفيد الأطفال، غير إن هم بيحبّبهم في الكُتب. فبالنسبة لي ابني لمّا دخل KG1 اللهم لك الحمد، يعني الكتاب حاجة مش غريبة عليه، الكتاب هو فعلًا حاجة حاببها وحاجة واخد عليها وحاجة بيمسكها كإنها لعبة من وهو صغير، يعني متعرّف عليها. فالقراية دي أنا برضه كنت عاملة فيديو، أنتم لو تاخدوا لفة كده هتشوفوا الفيديوهات دي اللي أنا باكلمكم عنها، عن الكتب برضه اللي كنت باستخدمها من أول سن حديث الولادة زي ما قُلت لكم، لحد دلوقتي باستخدمها مع ولادي لحد عمر ابني أهو KG1. باستخدم معاه كتب أو قصص. أول ما أحب مثلًا إن هم ألاقيهم مهيبرين كلّهم دلوقتي وخلاص الموضوع هيفلت من إيدي، أروح جايبة قصة، يالّا نقرا قصة. يعني ممكن أبقى أورّيكم سحر، ييجوا كلّهم يقعدوا جنبي، حتى عمر ابني الكبير كلّهم يالّا يا ماما، فجأة يهدوا. بيحبوا القصص جدًا لإن هُم بيتقري لهم من وهُم لسه طالعين من بطني. حكاية كمان إن أنتِ اللي تقري ويتعودوا على صوتِك ويتعودوا إن أنتِ اللي بتقري لهم القصص وإن أنتِ اللي بتتكلمي معاهم. عايزة أقول لِك هتسهِّل عليكِ أوي، لإن مثلًا في أمهات كتير كنت باقابلها في المدرسة يقولوا لي: "أنا ابني ممكن أجيب له ميس هي تذاكر له، لكن أنا أذاكر له لأ، أقعد معاه أنا لأ." ابني العكس، ابني لو أنا حد غريب لأ، هو عايز مامي، لإن هو متعود من زمان إن مامي هي اللي بتعرّفه، ومامي هي اللي بتقرا له، ومامي هي اللي بتعلّمه. فهي بجد، بجد من أحلى الحاجات اللي عملتها، واللي عمري ما هاندم إن أنا عملتها مع ولادي، واللي هافضل بيها على طول. وطبعًا نوعية القصص ونوعية الكتب كل فترة بتختلف من سِن لسِن، ده حاجة طبيعية. فأنا عايزة أقول لكم إن أنا مثلًا يعني دي القصص بتاعة برضه ابني وهو صغير. ما جِبتش لسه لنا ولارا كُتب جديدة، لإن هُم لسه لو سِبت لهم الكتاب ممكن يمسكوه يقطّعوه، بس أنا في كُتب بادّيها لهم عادي اللي هي الhard دي، والكُتب اللي هي زي دي القصص دي أنا باقعد معاهم زي ما أنتم شايفين كده ونقعد نقرا القصص، يقعدوا يسألوني إيه دي يا مامي، إيه دي يا مامي، وأقعد أعلّمهم وأقول لهم قصة زي اللي وريتها لكم دي تحفة، تحفة، تحفة بجد. دي كانت نصيحتي ليكم. النصيحة التانية، النصيحة التالتة طبق المناعة. يا جماعة اعملوا لولادكم أطباق بأي حاجة عندكم في التلاجة، خضار أو فاكهة، وحطوها قدامهم على ترابيزة الأنتريه أو في أي مكان وهُم بيلعبوا، يروحوا وييجوا عليها، يتعلموا إن يبقى قدامهم على طول فاكهة وخضار رايحين جايين عليها. حاجة يعني حلوة جدًا، تقوي مناعتهم. أنا مسمية الطبق ده عندي هنا في البيت طبق المناعة. يالّا نعمل طبق المناعة وأحطه، وكل واحد ياخد اللي هو عايزه. طول ما هو بيلعبوا أو بيمشوا أو يعني في المكان اللي هُم فيه في الصالة أو في أي مكان في الشقة، رايحين جايين ياخدوا واحدة من دي، ياخدوا واحدة من دي. هُم بقوا يحبوه أوي، وبقوا يحبوا إن أنا عشان باقعد أعمل لهم ألوان. فكرة الألوان أصلًا تفتح نِفسهم إن هُم ياكلوا. فدي فكرة أنا برضه حبيتها جدًا وباعملها مع ولادي جدًا، حتى لمّا بنعمل سهرة هتشوفوا دلوقتي لازم تبقى في حاجة مفيدة هُم رايحين جايين عليها، مش دايمًا على طول الحاجات المُضرة. فدي نصيحة رقم 3 من النصايح بتاعة النهارده. النصيحة رقم 4 بقى، إن أنتم أمّا تيجوا نازلين، اتفقوا هتعملوا إيه، هتروحوا فين، هتشتروا إيه، هتجيبوا إيه. اتفاق قبل النزول ده بيقلل جدًا، جدًا من نوبات الغضب لمّا نيجي نازلين. ما نسيبش الدنيا كده وهُم يبقوا نازلين مش عارفين إحنا رايحين فين، مش عارفين هنجيب إيه. اه اتفقنا؟ اه أوكي، اه يالّا بينا؟ يلا يالّا. فأنا متعودة مع ولادي قبل ما ننزل بنحدد هنشتري إيه، مش هنشتري إيه، رايحين فين، هنقعد قد إيه. لو رايحين أكتر من مشوار ورا بعض باقول لهم رايحين ده الأول وبعدين رايحين ده الأول. فكرة إن أنت تبقى معرّف ابنك أنت هتعمل إيه وهتجيب إيه، حتى لو هيشتروا حاجات إيه اللي مسموح وإيه اللي ممنوع، ده بيقلل نوبات الغضب جدًا، بيخلّي الخروجة نوعًا ما بتبقى ماشية كويس، ما يبقاش في حاجة يشبطوا فيها وأنا أقول لهم لأ، والزعيق والكلام ده الحمد لله يا رب الموضوع ده مش موجود عندي خالص مع ولادي كلّهم. كان قبل كده مع عمر ودلوقتي مع البنات، الحمد
الحمد لله بسبب الاتفاق قبل ما ننزل. اتفقوا مع ولادكم وعرّفوهم أنتم رايحين فين وجايين منين، صدقوني هتدعوا لي جدًا، النصيحة دي حلوة جدًا وفادتني جدًا، جدًا، جدًا برضه مع الولاد. آخر نصيحة واللي اتكلمت فيها لوحدها عن فيديو وبرضه هابقى أحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، هو تنظيم النوم. دي الهدية اللي أنا اديتها لنفسي لمّا بقيت أم، مش هاقول لكم أكتر من كده. هدية للولاد ولمناعتهم، وهدية ليّا ولوقتي وإن أنا قادرة أكمّل إن أنا أبقى أم في رحلة الأمومة الصعبة دي. هاسيب لكم برضه الفيديو عشان تبقوا تشوفوه، وبكده يبقى خلص الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله يا رب، الجزء التاني. سلام عليكم.